صباح ومساء الفل احلى باشمهندسين على حسب الوقت اللي بتتفرج عليا فيه. ان شاء الله النهارده هنشرح افضل 6 مواقع تقدر تحل عليهم البروبلم سولفينج. طبعا زي ما المفروض ان احنا عارفين، مهارة البروبلم سولفينج هي من اهم المهارات اللي لازم تبقى عند المبرمج. يعني دي بتحسن طريقة تفكيره في البرمجة وفي الحياة عموما. وبس يلا ندخل في الشرح على طول. اول موقع معانا هو موقع ايديبت. موقع ايديبت من اكتر المواقع اللي انا بشتغل عليها. بس نبدأ نشرح في موقع ايديبت. اول حاجة هنا بتختار اللغة، تاني حاجة بتختار مستوى الصعوبة بتاع السؤال، تالت حاجة التاجز، ودي بتختار الكونسبت اللي انت عايز الموقع يجيب لك مسائل عليه، زي اللوجيك، اللوبس، الماس، النمبرز، مثلا الالجوريزم، الاري، وهكذا. هايت كومبليت دي طبعا بتخفي لك الليفلز، ده كل ما تحل الليفلز بتاعك يزيد. وهنا الاكس بي برضو كل ما بتحل كل مستوى ليه عدد اكس بي معين. هتلاقي مثلا الهارد ب40، الايزي ب5، الفيري ايزي دايما ب2 او ب3 على حسب كل سؤال. وبس اخر حاجة نشرحها في الموقع هو طريقة الحل. ادخل على اي سؤال، هتلاقي فوق اسم السؤال، هنا مين اللي عمله واللغة بتاعته، هنا التوبيك بتاع السؤال، هتلاقينا بيشرح السؤال. بيقول لك write a function that takes an integer minutes and converts it to seconds. وهنا مدي لك أمثلة، مدي لك 5 دقايق ويحولها للثواني 300 ثانية وهكذا. وهنا نوتس بيقول لك ملاحظات اوعى تنساها في الكود بتاعك. ازاي تحلها بعد ما تقرا الحاجات وتفهم؟ الافضل ليك ان انت تروح على نيت بينز فيجوال ستوديو وتحل من عليه، وتاخد الكود بتاعك كوبي وتيجي هنا في الكود وتحطه هنا بيست. خد بالك من حاجة مهمة جدا، هنا مثلا بيقول لك رايت فانكشن، صح؟ هو هنا في الكود كاتب لك الفانكشن بس، يعني مش كاتب لك المين ميثود، ودي خد بالك منها كويس اوي. بس بعد ما تكتب الكود بتاعك هتكتب تشيك. هنا في الكونسول هيظهر لك لو عندك ايرور، وهيظهر لك السرعة بتاعة الكود. هنا في التيست هيعرفك هو بيعمل تيست على الكود بتاعك ازاي، ودي ملهاش أهمية يعني. وبس ده كده موقع ايديت. تاني موقع معانا هو موقع كود وارز. موقع كود وارز هو موقع أشهر بكتير من موقع ايديت، وأكبر منه في عدد المسائل وصعوبة المسائل. برضو في كل اللغات، في كل مستويات الصعوبة. تعالى نبدأ نشوف ازاي هنحل عليه المسائل. تيجي على الجنب تدوس على كلمة براكتس، بعد طبعا ما تسجل عليه الدخول تلاقي ظهرت لك بالمنظر ده. هنا تختار اللانجوج، هنا الديفيكالت بتاع السؤال أو صعوبة السؤال. خد بالك إن رقم 8 هو الأسهل، رقم 1 هو الأصعب. والتاجز زي ما قلت لك في موقع ايديبت، التاجز دي عبارة عن التوبيك اللي انت بتدور عليه عشان تحل عليه، زي الماس، زي الاري، زي الالجوريزم، وهكذا. بعد مثلا تعالى نختار سي شارب، نختار الديفيكالت اسهل حاجة، تلاقي ظهر لك بالمنظر ده. ده اسم السؤال وده اللغات اللي ينفع السؤال يتحل بيه. تختار السؤال، هنا الشرح بتاع السؤال، هنا السولوشن لو انت عايز تشوف الحل، بس بيقولك ان انت لو شفت الحل مش هتاخد اكس بي عليه. ونفس الفكرة دي موجودة برضو في موقع ايديبت. ودي باقي الأسئلة، هنا اللغة اللي انت هتحل بيها. عايز تحل هتبدأ تدوس على كلمة ترين، هنا هتبدأ تكتب الكود بتاعك. وبرضو خد بالك ان انت هنا بتكتب الفانكشن بس، هنا بيقولك write a function، هنا الفانكشن بس، ما بيكتبش برضو المين ميثود. ده في كل اللغات مش السي شارب بس. وبس. وهنا طبعا هيظهر لك simple tests اللي ازاي هيعمل تيست على الكود بتاعك. بعد ما تخلص دوس تيست، لو طلع لك ان مفيش ايرور ولا اي حاجه هتدوس اتم، يبقى انت كده خلصت. تالت موقع معانا وهو الموقع الغني عن التعريف طبعا، كود فورسز. موقع كود فورسز من اجمل
وأقوى المواقع اللي انت تحل من عليها بروبلم سولفينج. يظهر لك الموقع بالشكل ده، هتيجي عند بروبلم سيت تدوس عليها، يظهر لك هنا آلاف من المسائل، وهنا في صفحات، ممكن صفحة 1 صفحة 2 لغاية صفحة رقم 96. تقدر تحل براحتك، وهقولك ازاي تختار اللغة دلوقتي. تعال نختار أي لغة، اختار أي واحدة. هنا الشرح وعايز منك ايه بالظبط، وهنا بيقولك example input والoutput. عايز تحل هتيجي عند submit وتختار اللغة اللي انت هتحل بيها، نفترض C# مثلا، وهنا تاخد الكود بتاعك كوبي من على الفيجوال ستوديو او من على النيت بينز وتحطه هنا بيست وتدوس submit. الموقع الرابع معانا موقع كود شيف. هتعمل نفس الفكرة، لوجين او ساين اب على حسب انت اللي كان ليك حساب او ملكش. طبعا ملكش حساب هتدوس ساين اب وتسجل بنفس الطريقة. بعد ما تعمل تسجيل دخول عشان توصل للبروبلمز بتاعتك، انزل تحت كده خالص، هنا حاجة اسمها براكتس بروبلمز، تدوس عليها هيظهر لك القايمة دي. أول ما يظهر لك القايمة دي هتختار اللغة اللي انت عايزها، نفترض جافا مثلا. هيظهر لك المنظر ده. الأسئلة دي لو دخلت عليها هي أسئلة عادية جدا، هيجيب لك الكود أو هيجيب لك سؤال نظري وانت تختار. احنا مش عايزين كده، احنا عايزينها أكواد يعني. فتنزل تحت لغاية جافا بروبلم سولفينج، تدوس عليها، وكل اللي قدامك ده هي أكواد هتدخل عليها وهتحل. تعالى ندوس مثلا على أي واحدة بس. هنا شرح السؤال، وهنا الكود بتاعك، خلص صمنته وبعدها نيكست، يبقى كده انت خلصت السؤال. موقع ليد كود خامس موقع معانا، هو ما يختلفش كتير عن موقع ايديبت او كده. برضو بعد ما تعمل تسجيل دخول هتلاقي هنا كلمة بروبلمز، تدخل على كلمة بروبلمز. كل الاختلاف ما بين موقع ليد كود وباقي المواقع ان انت هنا هتلاقي الاسئلة على طول. تمام، بعد ما تلاقي الاسئلة دي تختار اي سؤال انت عايزه، مثلا تو سم. اول سؤال هتدخل على تو سم، تختار بقى من جوه اللغة اللي انت هتحل بيها. انا دخلت على تو سم، هنا شرح السؤال ده كده شرح السؤال. هتيجي هنا وتختار اللغة من هنا، جافا او C# او اللغة اللي انت هتحل بيها وبس، وتكتب كودك submit. اخر موقع معانا هو كودر بايت. بعد ما تعمل لوجن تيجي عند developers challenges، هتلاقي هنا كل الاسئلة، وهنا الديفيكالت بتاعتها، الكامبينز بتاعتها، التاكس، كل ده. طبعا ده فلتر تختار منه اللي انت عايزه، ممكن تختار ايزي، تختار مثلا عايزها فري، من هنا في حاجات بفلوس وبس. تختار اي سؤال انت عايزه. begin challenge، هيظهر لك الشرح واكزامبل على الشرح، وهنا هيظهر لك الكود واللغة اللي انت عايزها. تختار اللغة وتكتب الكود run كود، بعد ما ترن تدوس submit، يبقى انت كده حلت. حقيقي رأيي ان انت تشتغل على موقعين او 3 من المواقع دي كلها، واحسن 3 مواقع بالنسبة لي في لستة المواقع دي هو كود فورسز، ايدابت، كود وارز وبس. ولو وقفت معاك اي سؤال او اي حاجة في اللي احنا شرحناه، تلاقي الرقم بتاعنا في الديسكريبشن، اكيد اتواصل معنا لو وقفت قدامك اي مشكلة وبس. اشوفكم على خير، سلام.